السلام عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الهنا على اخواتي واصحابي وعيلتي الجميله. نورتوني في قناه نانا شانل. النهارده نعمل مع بعض وصفه جميله قوي، وهي برجر الفراخ اللي هو مفيش حد بيحبه. هيبقى طري قوي وجوسي قوي وطعمه تحفه، وبمكونات اقتصاديه. هنا معايا ربع بانيه مفروم، وهحط عليه ربع فول صويا مغسول ومفروم، وهحط بهارات فراخ وبهارات همبرجر وال11 بهار وحبة ملح وفلفل اسمر. دول بهاراتي اللي هستخدمهم. همكس كله مع بعضه وهشوفه في الاخر يبقى شكله عامل ازاي. تبقى عجينة متماسكة وطعمها تحفة. انا معظم وصفاتي اقتصادية وطعمها حلو، بس بتمنى وصفتي تعجبكم. هنا مكست كله مع بعضه. التشكيل بقى دي حاجة ترجعلك. عندك مكبس برجر، عندك غطا برطمان زي ما انا مستخدمة. ده غطا برطمان انا سايباه الهمبرجر بس. هنا حبايبي عملوا معايا 8 همبرجرات من ربع كيلو البانيه وكوبايه الفول الصويا المنقوعه. هنا شكله بعد ما اتقلى حاجه تحفه والله بجد. طعمه كان تحفه في منتهى الجمال، ولادك هيحبوه قوي. تاكلوه سندوتشات، تاكلوه جنب مكرونه، من الحاجات الحلوه اللي الاطفال بيحبوها. وصدقوني انضف واحلى بكتير من بتاع بره. شايفين لونه عامل ازاي؟ شايفين متماسك ازاي؟ بتمنى الوصفه تعجبكم. لو عجبكم متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.